ازيكم يا احلى متابعين؟ النهارده هنتكلم عن حاجه مفيش بيت مصري بيستغنى عنها. حاجه ريحتها كده جميله وطعمها يجنن، بس بتخوف كل واحد عامل دايت. اكيد عرفتوها، السمنه البلدي او السمنه الحيواني. هقول لكم النهارده السعرات والمكونات الغذائيه بالتفصيل، وازاي نستخدمها صح من غير ما نبوظ الدايت ولا نحرم نفسنا من الطعم الاصلي. يلا بينا نبدا ونحسبها بالارقام. أول حاجة خلينا نعرف مع بعض المكونات الغذائية للسمن البلدي أو الحيواني بالأرقام الدقيقة. أول حاجة المعلومات الغذائية في السمن البلدي أو الحيواني لكل 100 جرام فيها 876 سعر حراري، 3 من 10 جرام بروتين، 0 جرام كربوهيدرات، 99 و5 من 10 جرام دهون. يعني باختصار السمنة كلها دهون صافية والطاقة فيها عالية جدا. المعلومات الغذائية في السمنة البلدي أو الحيواني لكل جرام واحد فيه 8.8 سعر حراري، 0 جرام بروتين، 0 جرام كربوهيدرات، 99 من 100 جرام دهون. شايفين حتى الجرام الصغير جدا فيه سعرات، وده معناه ان معلقة صغيرة ممكن تزودك فوق 100 سعر وانت مش واخد بالك. معلقة كبيرة ممسوحة وزنها 17 جرام فيها 148 سعر حراري، 5 من 100 جرام بروتين، 0 جرام كربوهيدرات، 16 و9 من 10 جرام دهون. طيب معلقة كبيرة مليانة وزنها 28 جرام فيها 245 سعر حراري، 8 من 100 جرام بروتين، 0 جرام كربوهيدرات، 27 و8 من 10 جرام دهون. كوب من السمنة البلدي أو الحيواني وزنه 200 جرام، فيه 1752 سعر حراري، 6 من 10 جرام بروتين، 0 جرام كربوهيدرات، 199 جرام دهون. يعني كوب سمنة واحد تقريبا بيساوي أكلك بتاع يومين دايت، وده بيورينا قد ايه لازم نحسب كل نقطة بنستخدمها. نيجي بقى للسؤال اللي الكل بيسأله، هي السمنة البلدي ممنوعة في الدايت؟ لا طبعا، بس لازم يكون بكمية بسيطة جدا، لان السمن البلدي فيها دهون طبيعية مشبعة وبتدي الجسم فيتامينات محتاجها زي A و D و E و K. لكن لو زودنا منه بيرفع الكوليسترول وبيضغط على القلب، فالمعلقة الصغيرة في اليوم كفاية جدا. نحطها كنكهة على الأكل مش كوسيلة تسوية. يعني مثلا بدل ما نعمل الرز كله بالسمنة حطي معلقة صغيرة بعد ما يخلص تسويته عشان يبقى طعمه حلو. خلينا نكسر شوية خرافات عن السمنة البلدي. أول حاجة، ناس كتير بتقول السمنة البلدي بتخسس، لا خالص، بالعكس سعراتها عالية جدا، يعني ناكل منها بكمية قليلة. طب السمن الصناعي زي البلدي؟ أبدا، السمن الصناعي فيه دهون مهدرجة مضرة جدا للقلب. طيب معلقة السمنة على الصبح على الريق بتنظف الجسم؟ طبعا دي خرافة، مفيش أي دليل علمي على كده. كل ما السمنة ريحته أقوى يبقى أنضف. مش دايما، الريحة القوية ساعات بتبقى من التسخين الزايد. السمن البلدي لازم يتمنع في الدايت، برضو خرافة، المهم الكمية والموازنة. في ناس بتسأل استخدم السمنة ولا الزيت؟ بصي، السمنة البلدي الطبيعي انضف من الزيوت المهدرجة، بس الزيوت النباتية زي عباد الشمس مثلا فيها دهون غير مشبعة مفيدة لو استخدمناها باعتدال. يعني لو هتعملي وجبة واحدة في اليوم بسمنة، خلي باقي الاكل بزيت خفيف زي زيت الزيتون او عباد الشمس. والمهم ان المجموع اليومي من الدهون ما يزيدش عن 25 ل 30% من سعراتك اليومية. ولو عايزة طعم السمنة الجميل من غير وجع دماغ، اعملي كده: نص معلقة صغيرة على طبق الخضار بعد التسوية، معلقة صغيرة على الفول بدل الزيت، نقطة على عيش محمص. كده خدتي الطعم الحلو بس بسعرات قليلة جدا. وخلي بالك السمنة لما بتتحرق او بتتسخن قوي بتبقى مضرة، فخليها دايما على نار هادية جدا. ولو عايزة بدايل هتيجي نفس الطعم تقريبا بس سعرات أقل: زيت جوز الهند لكن بكمية صغيرة جدا، والزبدة اللايت، أو تخلطي معلقة سمنة على معلقة زيت نباتي عشان تقللي الدهون المشبعة. ولو عايزة الأكل يشبعك أكتر، خدي دهونك مع بروتين وألياف زي البيض والخضار.
وبيقولولي في الكومنتات انتوا بتستخدموا السمنة البلدي ولا الصناعي، وتحبوا اعمل مقارنة بين السمنة والزبدة في فيديو تاني. كمان هجاوب على اسئلتكم عن السعرات، عن اكلات مصرية مشهورة اللي انتوا عايزينها. الخلاصة السمنة البلدي فيها طعم جميل جدا، بس كمان في 876 سعر حراري لكل 100 جرام، يعني لازم نحسبه ونستخدمه باعتدال. كل جرام واحد فيه 8.8 سعر حراري، والمعلقة الكبيرة مليانة فيها 245 سعر حراري. خلي بالك ان الوعي هو سر النجاح في الدايت، مش لازم نحرم نفسنا، لكن لازم نكون عارفين احنا بناكل ايه. اشتركوا في القناة لو حبيتوا الفيديو، واستنوا الحلقة الجاية. سلام.